ايه رأيك لو قلت لك ان منهج الانجليزي اللي طول عمره قرفك طول السنة هيتحول معاك للمنظر ده؟ We could really make a difference. We could really make a difference. You mean rush in without thinking? You mean rush in without thinking? اديها بس 10 دقايق استماع واتفرج على الفيديو ده وبأمر واحد أحد هتخش أي امتحان عندك في الإنجليزي وهتقفل وأنت حاطط رجل على رجل بإذن الله. للأسف معظم الطرق اللي بتذاكروا بيها الإنجليزي في المنهج عندكم مش صح، وهوريك بعينك دلوقتي أدلة إن شاء الله تخليك تقول فعلا إحنا لو بنذاكر صح ما كانش ده حصل فينا. لدرجة إن في امتحان الثانوية العامة بتاع الإنجليزي لما عدى عليا أنا دخلت وأنا مش مذاكر أكتر من نص المنهج، إيدي كانت بتروح للإجابة ما شاء الله لوحدها، كأني بتخير بين الليل ذهب ولا ذهب الليل. مع العلم كمان بفضل الله تعالى عمري ما خدت اي درس خاص في الانجليزي. امال ايه يا عم اسلام؟ ما شاء الله مولود ومعاك الانجليزي. الله يا صديقي والله ده ما شاء الله توفيق من ربنا، ان ربنا من عليا بطريقه هديها لك دلوقتي. اكتر طريقه عبقريه تذاكر بيها الانجليزي وتحولها من مجرد كلام على الورق لواقع تعيشه وعمرك ما هتنساه ان شاء الله. لو امتحانك فاضل له شهر، كام اسبوع، كام يوم، بامر الله قادر تذاكرها وتلحق تلم بيها اللي غيرك كان بيضح فيه من اول السنه ان شاء الله. ال10 دقايق تساوي وحده كامله، ركز في اللي بقوله. يلا بينا نخش في الزتونه. معاك اسلام AKA سامكس في حلقه جديده من شوارع. Let's get started. ركز بقى معايا يا صديقي في الجزئيتين دول. احنا هنجيب كمثال منهج الثانويه العامه الصف الثالث الثانوي. بسم الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والله لقيتها في أول الكتاب، فسبحان الله رسالة من الله ليك. نبدأ بقى كده بالوحدة الأولى. يا جماعة إيه المنظر ده؟ ده منظر كلمات بالله عليكم يتحفظ، يعني كلهم شبه بعض، يا ريتها كلمات سهلة. medication mentally patience، ما ينفعش تحفظ كده وتروح بقى درس خاص يقوم مديهم لك بالمنظر ده، يقول لك خد في ملزمه حفظك للكلمات بالمنظر ده. ده اكبر ظلم لنفسك لانها لا بتمشي كده في الكتب ولا في الحياه. هديك مثال ازاي ما بتمشيش كده في الكتب. في الامتحان مش هيسالك على الكلمه. تعال ننزل تحت كده، ادي الكلمات، سيبك بس من الهري ده، انزل تحت كمان بسم الله. هتلاقي حاجه مهمه جدا اسمها ايه؟ متلازمات لفظيه. عارف يعني ايه متلازمات لفظيه؟ زي كلمه medication اللي موجوده عندك فوق، قال لك بيجي معاها كلمه ايه؟ administer، يعني يصرف الدواء لحد او يعطي الدواء لحد. في الامتحان بقى يقوم سألك سؤال زي ده: a nurse has to not medication، الممرضه لازم تدي الدواء، فهتبقى اي واحده من دول. شفت بقى؟ هو ما سألكش على الكلمه، هو سألك ايه اللي بيجي معاها كجمله طبيعيه جدا. تخيل واحد امريكي معاه كلمه، عارف كلمه رمانه ومش عارف يقول اللي قدامه اديني رمانه، ناقصه كلمه اديني. انت متخيل بيسالوك في ايه؟ بيسالوك في حاجه تافهه جدا. فعشان لما تيجي تذاكر ما ينفعش تذاكر كلمات، لازم تذاكر الجمله بتيجي ازاي او الفكره بتيجي ازاي. فاللي بيحفظ كلمات بس اقول لك الله يعينك على نفسك واللي بتعمله فيها. بس يا اسلام مش كله كده، اقنعك تاني ان شاء الله. وانت بتحفظ بقى فوق، يعني انت كنت بتحفظ كلمات فقابلك كلمه زي كلمه rely يعتمد، نسيت تحفظ ان معاها دايما معظم الوقت بيجي كلمه rely on يعتمد على. يجي في الامتحان يقوم سألك سؤال زي ده. تخيل حد في العربي بيقول لك يعتمد فيا ولا يعتمد مني ولا عليا، هتقول له ايه؟ تقول له سؤالك غبي صح؟ او نفس الشيء، السؤال ده تافه جدا بس ما يعرفش يحله للاسف اللي حافظ كلمات بس. رحت في الكلمات فوق حفظت لي كلمه difference، اتضحك عليك، ما بتجيش لوحدها. طول الوقت في الحياه بيجي معاها كلمه تعبيرات ثابته كده اهي، make a difference، يصنع فارق. تقوم انت بقى قايل ايه يا جماعه احنا كفار بتعملوا فينا كده ليه؟ بعد ما تحفظونا الكلمه تقولوا لنا بيجي معاها كمان كذا، نعمل ايه؟ ولا الانجليزي ده لا يطاق؟ لا يا صديقي، انا جاي لك من الحياه وبقول لك انت لما تتكلم مع حد اجنبي هتقول له انا معتمد على الله، I rely on الله. ما تفكرش بقى تقول I rely وتسكت، مش هتحصل. يعني هتلاقي نفسك عمال تلف حوالين حرف الجر. لا مش كده، احنا بنحفظها كجمله واحده. فانا بقولها لك على بلاطه، احفظ جمل وان شاء الله هتدعي لي. بس يا اسلام احفظ جمل ازاي؟ دول كتير جدا. بص انت ربنا مديك حواس كتير بس انت واخد واحده بس، عمال تقول كده rely on rely on rely. هيجي يوم الامتحان وهتنساها، ما هو كله شبه بعضه بالمنظر ده. طب نعمل ايه؟ خدها من الواقع. يلا بينا. الدنيا اتطورت وتعالى نحول الانجليزي من المنظر ده لمتعه. بسم الله. هنخش على موقع جيت يورن. الموقع ده تقول مثلا كلمه ايه؟ rely on، يعني يعتمد على. هيجيب لك مشاهد كتير جدا اتقالت فيهم الجمله دي من الافلام. عايزك تنقي اكتر مشهد جذاب معاك قوي. يعني انا مثلا لفت انتباهي المنظر ده. We're relying on you, Sid. You got that? We're relying on you, Sid. You got that? We're relying on you, Sid.
You got that? ننزل المشهد ده ونحطه في ملف ونسميه الوحدة الأولى. حفظت الجملة دي، نخش على الجملة اللي بعدها، نخش على مشهد أنا لفت انتباهي أوي وأنا بدور المشهد ده عشان يثبت في دماغنا. We could really make a difference. We could really make a difference. We could really make a difference. بإمكاننا فعلا إن احنا نعمل فرق. تخيل كده الجملتين اللي أخدناهم أهو من أرض الواقع، جاي لك في امتحان آخر السنة السؤال ده كان بيسألهم، بيقول لهم كلمة difference، فارق، بيجي معاها إيه؟ اختار أنت بقى من الاختيارات. ده أنت صاممها وسامعها وفاكرها وفاكر مشهدها ومن فيلم إيه، وفاكر مين اللي قالها وكان في وضعية عاملة إزاي في الامتحان إن شاء الله. أنت حولت كل الأدوات اللي ربنا اداها لك من حواس ومدخلها في حفظ الكلمة دي. تنساها إزاي؟ إن شاء الله. يعني كلمة الدواء أول ما تشوفها في الامتحان بأمر الله تعالى هيجي في دماغك المشهد ده اللي أنت تعبت ورحت جبته وقعدت تكرر وراها. Again. I cannot administer any more medication, Gray. No, you didn't do it right. You didn't. I cannot administer any more medication, Gray. No, you. قول لي بالله عليك إزاي هتحفظ الفرق بين كلمة سايد ووك، رصيف شارع، أو بلاتفورم، رصيف محطة، وأنت أساسا ما اتكلمتش بيهم في حياتك بالإنجليزي. لكن لو بتذاكر بالطريقة دي أول ما يجيلك السؤال ده في الامتحان على طول مخك هيروح يفتكر لما كانوا بيلعبوا كورة وقال له اطلع على السايد ووك، وهتضحك وتقول إيه السؤال العبيط ده، تلاقي إيدك رايحة للإجابة بدون ما تحس. Away, hey, car, sidewalk, sidewalk. Away, hey, car, sidewalk, sidewalk. Away, hey, car, sidewalk, sidewalk. ده اللي كنت بحسه طول حياتي بفضل من ربنا. والأصعب إني كنت بروح أذاكر الأفلام ذات نفسها في الأجازة وفي الدراسة كمان، لكن هنا أنت بتعمل تركيز على المنهج بحد ذاته. فعشان كده بقولك الطريقة دي فعالة جدا إن شاء الله لأن أنت داخل في عمق المنهج. الليلة دي بقى كده كلها يا صديقي، والموضوع ده هياخد منك قول مثلا ساعة ونص، ادي ساعتين. عايزك تخش على كلمات الوحدة الأولى، تخش تنسفها، تجيب عليها وطيها، ما تسيبش كلمة غير لما تحطها في جملتها الصح، وتنزل المشهد بتاعها. المشهد اللي يعجبك نزله على الملف بتاعك وسميه الوحدة الأولى زي ما قلنا. تخيل بقى التعب اللي تعبته دلوقتي ده ليلة الامتحان، انت بأمر الله الناس كلها عمالة تدح وماسكة ومتوترة، وانت تاكل لب وعمال تتفرج على الكلمات والمشاهد، كل جملة بتشوفها بمشهدها وعمال تسترجع كل حاجة. كلمات وحدة كاملة في 10 دقايق بتتراجع في ايدك. عايز تختبر استماعك؟ اغمض عينيك واسمع. We're relying on you, Sid. You got that? هنا كان قال احنا نعتمد عليك يا سادة. عايز تختبر ذاكرتك؟ الغي الصوت وبص كده على المشهد من غير اي ترجمة. ده هنا تقريبا كان بيقول احنا معتمدين عليك يا سادة. تختبر عينك في الامتحان؟ حط ايدك كده على نص الترجمة وهتلاقي نفسك كملت الجزئية اللي ناقصة. ده من كتر ما انت حولت الانجليزي من حاجة ورقة لحاجة مرئية محسوسة. بالطريقة دي بأمر الله تعالى لو امتحانك فاضل له شهر، لا شهر ايه، اسبوع، وخدت كل يوم ساعتين بس عملت فيهم الحاجات دي، بأمر الله تعالى 80% من المنهج قادر تغطيه. والسؤال اللي ان شاء الله هيجيلك في اي حاجه مذاكرها انت داخل بأمر الله تعالى مقفله وانت حاطط رجل على رجل ان شاء الله. لحد دلوقتي كويس قوي، بس في مشكله مقابلانا، تحس ان الدنيا متفركشه كده. لا احنا عايزين المنتج النهائي فيديو 10 دقايق يلم لنا الوحده كلها. ازاي نعمل الفيديو ده؟ ده اللي هسيبه لك ان شاء الله في الجزء الثاني. ليه؟ ان الجزء ده عايزك تاخد وقت. لو انت اتحمست للفكره تدوس اللايك بس وتكتب لي في التعليقات اديني حبه دلع. الجزء الثاني بقى بتاع المونتاج، ازاي تعمل الفيديو اللي مدته 10 دقايق ده بسهوله جدا ان شاء الله. ما تقلقش، اديك برده السر فيه على طول. سهل، مش هيكلفك حاجه، هيعمل الفيديو عشان تقدر تسمعه في المواصلات، في الجيم، ايا كان، تحط سماعتك، يبقى كده انت ان شاء الله خلصت كلمات الوحده. فمن هنا لحد ما نعمل الفيديو الثاني ان شاء الله تخش على موقع جيتيورن تنزل كلمات للوحده الاولى بتاعتك، الجمل كلها اللي عايزها تثبت في دماغك، واستناني بقى عشان نجمعهم كلهم مع بعض وحطهم في ملف عقبال ما ننزل بالنص التاني. اخر حاجه عايز اقولها لك مهمه عشان ما اطولش عليك الفيديو، لو انت داخل الفيديو ده عشان عندك امتحان ثانويه عامه وبتحاول تلحق تلم المنهج بسرعه، عايز اقول لك في الفتره اللي انت بتمر بيها دي انا عارف ومقدر حالتك النفسيه بتكون عامله ازاي. كنت زيك وكنت في مكانك بالظبط، وللاسف كانت اكتر جمله بسمعها واعتقد انك بتسمعها برضه لما حد يقول لك تعمل ايه؟ ذاكر خلاص. لما تسمع الجمله دي اعتبر نفسك ما سمعتهاش، لان قدوتنا الوحيد اللي بنقتدي بيه رسولنا الكريم عليه الصلاه والسلام، وقال لنا اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرزها. انت متخيل معايا المشهد؟ لا تخيل كده ان خلاص يوم القيامه الاحداث بتحصل خلاص والنفخه الاخيره في السور وفي ايدك زرعه ازرعها. طب ايه الفايده؟
الفايدة هنا ان ربنا بيكافئك على النية، على النية مش النتيجة، مش نتيجة انك تشوف الزرع قدامك. فده معناه ان لو امتحان خلاص فاضل له دقيقة وانت عمال تقرأ في حاجة، خليك اقرأ فيها كمل. ده اللي حصل معايا ساعتها. كان صحابي بيتكلموا قبل اللجنة ب5 دقايق قبل الامتحان، وعمالين يقولوا في حاجة كده في منطقة انا مش عارف هما بيقولوا ايه. فقلت لهم هو هي دي في المنهج؟ قعد يضحكوا بيلحق بيقول لك دي في المنهج وجاي يذاكر دلوقتي. مسكت منهم الجزئية اللي بيقرأوها، فقعدت ابص عليها، قريتها كويس كذا مرة. الامتحان يلا خلاص، جاي استلم الورقة لقيت نفس اللي قريته السؤال عليه. قلت يا الله الحمد لله. سبحان الله، تخيل في اللحظة دي أنا اتساويت باللي جاوب على السؤال ده وهو مذاكر من أول السنة. يعني اللي ذاكر في أول 5 دقايق من السنة أنا اتساويت بيه، ده بفضل من ربنا. إني تتساوى باللي ذاكر من أول السنة وأنت لسه مذاكر في آخر 5 دقايق. الحتة دي بالذات شفت حكمة ربنا. عشان كده بقول لك ان اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليبرزها، عشان انا اللي بقول لك رسولنا الكريم، فاؤمن بيها جدا. وبس دي كانت اهم حاجة كنت عايز اوصلها لك، ان لسه في امل حتى لو فاضل لك دقيقة. ان شاء الله يمكن ربنا يكرمك وتقرأ الحتة اللي هتتسأل فيها في الامتحان، يبقى سويت باللي ذاكر في اول السنة، وده فضل من ربنا. ان شاء الله ربنا يرزقكم توفيقه وكرمه باذن الله تعالى. اشوفكم على خير، السلام عليكم.